قناة مجالس الهدى والنور الدعوية ورحمة الله وبركاته تقدم لكم هذه المادة. فإن الشيخ فركوس حفظه الله تعالى والذي لقي من الطعن ما لقي، ومن الأفاضل الذين ذبوا عن حقيقة الإسلام وحريمه بالقلم والبيان والحجة والبرهان، إذ أنه بقلمه استباح ذمار العدو وفناءهم، وسبى ذراريهم، ودرج بلادهم بسنابح الكتاب والسنة، وأذخف فيها من صوفية وأشاعرة وتحزبية. فهذا الفعل والله لجدير عند المنصفين أن يلحظ عنه العار والشنار والطعن والانتقاص. فأما الذين ينتقصون من قدره ومنزلته فوالله إنهم لأذل من النقد والنعال، فما رأيت أذل نفسا منهم، وجزى الله خيرا شيخنا لعدم الاهتمام بهم، فهذا من رفيع قدره ومنزلته وإشفاقه على ما هم فيه من التخبط والصراع. فما عساه أن يفعل بشخص نغلت نيته وسقم ضميره ودوي قلبه، فيكفيه ما هو فيه، وهو أغلظ الناس أكبادا على أهل السنة. ولنا فيه أبيات في حق والدنا جزاه الله خيرا لكاتبها حفظه الله تعالى، وهو شيخنا وإمامنا، هو علامة الجزائر شيخنا وإمامنا، وحبر البلاد الكوكب المتألق. أحقا جهلت أيا صعفوق قدره، سيخبر غرب إن جهلت ومشرق، بأن أبا عبد المعز عالم، له نسب في العلم ماض ومعرق، وأنت وما أنت ومن أنت يا فتى، فدع عنك فركوسا فهيهات يلحق. أتبغي سباق الشيخ في العلم يا فتى، وأنت صعفوق إذا سوف تسبق، وتطعن في الشيخ الجليل وتفتري، وغرك أن الشيخ بالناس يضحك، هو البدر عال في الدجى متجاهلا، ضفادع في طين ووحل تنقنق، هو النسر في جو الفضاء محلق، بعيدا عن الغربان في الأرض تنعق. أعوذ برب الناس من فتن أتت، أرى بعضها تترى لبعض يرقق. إلهي أمتني سالكا درب أحمد، وصحب كرام فوزهم لمحقق، فإنه من قد مات يقفو سبيلهم، وإن أسخط الدنيا جميعا موفق.